بص، انت لو جاي تسمعني عشان اقول لك قوم اشتغل يلا وابني نفسك، فانا اسف. السلسله اللي احنا داخلين عليها ديت مش ليك. السلسله ديت اللي احنا داخلين عليها معموله عشان الناس اللي عايزه تشوف نفسها بصدق بجد. كلنا بنقع في فخ ان احنا نشتغل على شكلنا، صورتنا، البايو بتاعنا، البوست العميق اللي بنكتبه، ونسينا الحاجه الوحيده اللي المفروض نشتغل عليها، نفسنا. السلسله دي هيكون اسمها من الشو اوف للشو اب، يعني من المنظره الفارغه بالاخر للتنميه والتطور الحقيقي بتاعك. وركز في الكلمتين دول عشان هم نفس الفرق ما بين الحياه الحقيقيه وبين المسرح اللي احنا بنطلع نمثل عليه ونعيشه كل يوم. في كل حلقه بناخد خطوه، نحلل دوافعنا، نكتشف انماط تفكيرنا، ونبدا نبني نفسنا من اول وجديد، مش بكلام انشائي خالص، بعلم نفس، ببرومتس عميقه وبادوات تحليل ذاتيه، والمصادر تبقى موجوده دايما معانا. والاهم، ما اعتمدناش علينا الشخص ولا خدنا جمل من تويتر، لا احنا استخدمنا ادوات ذكاء اصطناعي ذكيه متخصصه في الموضوع ده، بريبلكس تي عشان نبحث علميا عن كل فكره والمصدر بتاعها، ال ريسيرش مود عشان نحلل الانماط النفسيه، واستخدمنا هنا بقى ريفلكتد برومبت انجينير عشان نطور كل برومبت يناسب الرحله، ودققنا في كل مصطلح ورجعناه لاصله العلمي من ابحاث علميه حقيقيه. لان التحفيز من غير فهم شو، والتغيير من غير ادراك استعراض، لكن وعي وادوات ونيه صادقه يبقى تحول حقيقي ان شاء الله. السلسله دي مش هتعجب اللي عايز يوهم نفسه، اللي عايز يفضل يعيش في المسرحيه، لكنها هتغير اللي مستعد يسمع نفسه. مش هتاخد منك اكتر من دقيقه، دقيقه ونص في اليوم، بس ممكن تغير نظرتك لنفسك مدى الحياه. ابدا من الحلقه الاولى، هنمشي مع بعض واحده واحده، بس خليك جاهز هتواجه نفسك والموضوع هيبقى رخم شويه. السلسله دي مش عشان تبان، دي عشان تظهر وعشان تبين نفسك بجد. وما تنساش اللايك والفولو والشير عشان نستفيد. السلام عليكم.